أهلا. معانا مجموعتين، المجموعة الأولى الحجر الأحمر، المجموعة التانية الحجر الأصفر. حط شخص في بالك للمنفصلين ويلا بينا كده نشوف رسائل من حبيبك. لو عايز يكلمك هيقولك ايه في الوقت الحالي. يلا ناخد اللي اختار الحجر الأحمر. رسائل من حبيبك للمنفصلين. أول حاجة نشوف طاقة حبيبك وبعدين نشوف رسائل منه. طاقة حبيبك في الوقت الحالي اللي بتسمعني. طاقة حبيبك. والله هو طاقة حبيبك بتقول ان هو قاعد يراقبك من كذا حساب فيك في الوقت الحالي. الشخص ده ملاحظ ان انت احلويت جدا، خاصة لو بنت. شايفك عملت تغيرات في شكلك او ممكن شاف صورة ليكي من قريب، الصورة دي مجنناه او مخليه يحس ان انت حلويتي اكتر. شايفاه بيراقب حسابك من كذا اكونت فيك، شايفاه مش عارف يبطل تفكير فيكي، مش عارف ينام من كتر التفكير فيكي طول الوقت، عنده طاقة تفكير شديدة فيكي. فدي طاقة الحبيب في الوقت الحالي، تفكير، مراقبة من كذا حساب فيك. شايفاه كمان برضو كارت تفكير، يعني كل كروت التفكير تقريبا في الطار وطلعت. يعني هو الشخص ده بيفكر وبيقيم العلاقة. أنا شايفاه يعني بيحاول يظهر لك ان هو قاسي وان هو زعلان منك وان قلبه مكسور عشان كده بعد، لكن على الجهة الأخرى أنا شايفة ان هو بيحبك جدا ونفسه تفتحوا كلام مع بعض او تتعاتبوا عشان ترجعوا. شايفة الشخص ده ممكن حقق اهدافه المالية اللي هو كان بيدور عليها، بقى معاه الفلوس اللي هو عايزها، استقر في شغله، بس برضه حياته ناقصة من غيرك. يعني انا شايفاه عندي هنا كارت العشاق وعندي هنا كمان كارت العشر كؤوس. الشخص ده بيحبك فعلا وسعيد معاك جدا وحبك من قلبه. شايفاه بيقيم العلاقة. الشخص ده ممكن غيران عليك أو شاكك فيك، لا يكون عندك طرف تالت أو في حياتك حد. كل شوية بيراقبك عشان يتأكد ارتبطت ولا لأ، في حياتك حد ولا لأ، دخلت حد ولا لأ. لكن مش هين عليه يتكلم بشكل مباشر يعرفك إن هو لازال مهتم بيك، لازال عايزك، بس ممكن العلاقة فيها يعني زعل من الطرفين أو كسرة قلب. عشان كده الشخص ده بيقسى عليك أو بيتعامل معاك يعني منطق أو بعقل زيادة، بيستغل نفوذه عليك صراحة يعني. طيب خليني كده أشوف طاقتك برضو يا اللي اخترت الحجر الأحمر. انت طاقتك ايه في الوقت الحالي اللي اختار الحجر الأحمر؟ طاقتك ايه اللي اختار الحجر الأحمر؟ طاقتك ايه في الوقت الحالي اللي اختار الحجر الأحمر؟ طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ والله انا شايفة طاقتك قوية جدا. انت ممكن عارف ان الشخص ده بيراقبك وده زايدك غرور وثقة في النفس. شايفاك رغم كل المشاكل اللي العلاقة دي بتمر بيها انت ما بطلتش ان انت تهتم بنفسك بشكلك، عايش حياتك صراحة. شايفاك يعني خافي نفسك عن الشخص ده ومخبي كل أسرارك عنه. شايفة كمان ان انت ممكن في حد بتعرف أسرار الشخص ده من خلال حد من أصدقائه أو حد من معارفه في العمل. ممكن بتتجسس عليه، بتعرف أخباره من حد يعني وسيط بينك وبينه، أو ممكن بتحاول تعرف أخباره من صديق على الفيس مثلا مشترك ما بينكم انتوا الاتنين. شايفة كمان ممكن عارف انت عن أوضاعه في الشغل أو حياته عاملة ازاي. شايفة كمان
طاقتك انت، يعني الشخص ده لو جالك هتعاتبه جدا، لسه جواك غضب ما اتطفاش، لسه جواك لوم وعتاب كبير اتجاه الشخص ده. طاقتك شايفاك ممكن يكون عندك بداية جديدة، خاصة في العمل. لو انت بتدور على وظيفة ممكن عندك شغل جديد او بداية لشيء جديد، خاصة مهنيا وعمليا. ممكن في ازدهار في شغلك او توفيق في عملك، ففي حاجات جديدة انت بتعملها شغلاك عن الشخص ده ومخلياك اقوى في العلاقة ووضعك اقوى. انت ممكن ما بقيتش عارف اذا كنت لسه بتحب الشخص ده ولا لا، من كتر اللي حصل او المشاكل اللي حصلت في العلاقة. انت ما بقيتش متأكد من مشاعرك اتجاهه، هل انت لسه بتحبه ولا لا. بس انت اصبحت اقوى وبدأت تدافع عن براءتك وطيبتك ونقائك، وما بتسمحش لحد ان هو يستغل البراءة اللي فيك او يستغل عفويتك، يستغل طيبة قلبك. الحاجات دي كلها يعني انا شايفة ان انت بقيت اكتر وعي، وبقيت بتعرف تدافع عن نفسك كويس قوي. شايفة عندك ازدهار ووفرة، خاصة في العمل والشغل. عندك بدايات جديدة، عندك توفيق. بس ممكن لسه جواك صراع داخلي من الشخص ده او غضب لسه ما اتطفاش. طيب خلينا كده، ممكن برضو انت حد روحاني او بتحب تقرأ تاروت على طول. ممكن اسرار الشخص ده بتجيلك في حلم او اشارة او احساس داخلي. طب خلينا اشوف رسائل من حبيبك عايز يقولك ايه. رسائل من حبيبك عايز يقولك ايه. اللي اختار الحجر الاحمر. رسائل من حبيبك. رسائل من حبيبك. اختار الحجر الأحمر. بيقولك أنا أتمنى لو عملتك بأسلوب أفضل من الأسلوب اللي أنا عملتك بيه. أتمنى لو أقدر أحكي لك كل حاجة بتحصل في يومي وفي حياتي في الوقت الحالي. أنا منجذب جدا ليك. أنا يعني عارف إن أنا كنت بشغلك كتير وبسليك وباخد وقت كتير من يومك ومخلكش تفكر في الحاجات اللي بتضايقك، وإني سبتك لوحدك. أنا مستخبي ورا حاجات مادية وظروف مادية. في بعض الأوقات أنا ببقى صاحي وقاعد أفكر فيك. أنا فاكر كل حاجة وكل تفاصيل علاقتنا، منسيتش أي حاجة. أنا حاسس إن أنت بدأت تسيبني ورا ظهرك وتمشي وإنك بطلت تحبني. اكتشاف حقيقة إني لسه بحبك ده يعني وترني شوية. أنا حاسس إن احنا يعني العلاقة الصح في الوقت الغير المناسب. ممكن الشخص ده مخلي علاقتك بيه سرية أو مخبي علاقتكم عن الآخرين. مش خلينا ناخد رسائل من الرومانس أنجل لطور الحجر الأحمر. رسائل من حبيبك. طيب أنا شايفة إن أنت حبيت الشخص ده حب لا مشروط ومن غير أي مقابل. أنت حاسس بكيمياء بتشدك اتجاه الشخص ده، والشخص ده برضو حاسس بنفس الكيمياء. يعني في كيمياء غريبة ما بينكم، في انجذاب من الطرفين، في مرح. ممكن انتوا لما بتبقوا مع بعض بتحسوا ان انتوا زي الأطفال، معلكمش ضغوط، معلكمش أي مسؤولية. بتبقوا سعداء جدا وفرحانين. يعني تحس ان قلوبكم بتتنطط من الفرحة زي الأطفال. بس انت ممكن بدأت تحس ان في علامات حمراء او اشارات كتير بتنبهك ان العلاقة دي فيها حاجة غلط. انت ممكن متردد تمنح العلاقة دي فرصة تانية ولا لا. انت حاسس ان حبيبك ده يعني كان معتمد عليك، وانت ممكن ادمنت الشخص ده او جيت في فترة اتعلقت بيه جامد.
وكنت دايما انت اللي بتبادر بكل شيء جميل. فده اللي ممكن خرب العلاقة. انا شايفة يعني رسالة الشخص ده عارف ان انت هتستحق الحب، باقي ان انت كمان تحط نفسك رقم واحد وتعرف ان انت تستحق الحب. الشخص ده توأم روحك، الشخص ده يدخل حياتك قريبا جدا، بس انت بطلت تثق فيه. انت حاسس ان الشخص ده بيخدعك او بيلبس ماسك عليك. دع اصدقائك يساعدوك. ممكن تحكي قصتك لحد او لصديق مقرب ليك يعني، وتسمع نصيحته، هيفيدك في الموضوع ده. خاصة ان انت يعني مش عاطي الامان للشخص ده. تحرر من حبيبك السابق. لو عموما انت مثلا يعني ده سيناريو، لو انت وقعت مع شخص متزوج وعنده اطفال، فخلي بالك ان انت يعني علاقتك بالشخص ده، ممكن الشخص ده مش راضي يقول حقيقة العلاقة للآخرين ولا للمحيطين بيه. شايفة الشخص ده مخبي حقيقة العلاقة عن الآخرين وبيستخبى ورا الظروف دي، ومش عايز يغير حاجة في العلاقة. لو في انتوا أوضاع ما بينكم أو ظروف لازم تتغير، الشخص ده مغيرش أي حاجة من الظروف دي ولا الأوضاع دي، وهو ده اللي بيخليه يلبس ماسك عليك أو يكذب في العلاقة، رغم ان هو بيحس بكيمياء وحب اتجاهك وانجذاب متبادل. فلو الشخص ده متزوج خلي بالك ان هو مش هياخد خطوة او رياكشن في العلاقة. خلينا ناخد رسائل اكتر من حبيبك عايز يقولك ايه. رسائل من حبيبك عايز يقولك ايه. عجبني رسائل المجموعة دي. طيب بصي، هو بيقولك ايه: عمري ما تخليت انك تتخلي عن علاقتنا وتزهقي. احنا الاتنين عنيدين وبسبب كده خسرنا بعض. لازم تحترميني وتسمعي كلامي وتمشيه. هو عايزك ما تكونش عنيد معاه. طيب انا بحبك. ممكن لو الشخص ده عنده طرف تالت، فهو بيقولك انا عندي طرف تالت ثابت وهو مش هقدر اسيبه، فمش هعرف ارجع دلوقتي. عمري ما هقبل انك تكون اقوى مني، وده سبب بعدي لاني ضعيف. ممكن الشخص ده لما انت واجهته بعيوبه او النواقص اللي في شخصيته، بدأ الشخص ده يعني يتهرب من العلاقة أو يبعد، لأنك كشفت حقيقته، كشفت الضعف اللي موجود في شخصيته، كشفت جوانب شخصيته الحقيقية. أنا حابب أرسم العلاقة معاكي بس لما أكون جاهز. ده لو الشخص ده مش متزوج، تمام، أو عنده طرف تالت يعني. بيقولك غرورك عماكي عن الحقيقة وعن اللي ممكن كنا نكونه أو نصبح عليه. عمرك ما فهمتي تتعاملي معايا ازاي، وده خلاني أشوفك أنانية. هو جايب اللوم كله عليك ان انتي معرفتيش تتعاملي معاه كويس، معرفتيش تحتويه، بس فككم منه يعني. هو كمان عليه دور، لازم يبقى فيه تفاهم يعني. خلينا كده ناخد رسائل من حبيبك عايز يقولك ايه لو منفصلين. خلينا كده نشوف حبيبك عايز يقولك ايه. اول كارت: والله الكارت ده كتمرين ليك، بيقولك اشكر ربنا على نعمة وجود الحب في حياتك، وهو اوريدي الحب هيدخل طريقك وبابك قريب. اعرف ان انت هتستحق اللي انت عايزه واللي انت بترغب فيه. خليك صادق في مشاعرك وفي احساسك، والحب داخل طريقك قريب. ممكن لو انت دعيت انك ترتبط بحد او تكون متواجد مع حد، فممكن ربنا استجاب للدعوة دي، بس انت استمر على اتصال بربنا. اظهار المعجزات ممكن على فكرة يعني للبعض، ممكن حتى لو العلاقة دي صعبة أو فيها تحديات، ممكن الشخص ده راجع وعايز ترسيم، وممكن في يعني ايه معجزة هتتحقق في العلاقة دي، انه الشخص ده يعني هيساعدك أو هيوصل العلاقة لترسيم. ثق في قلبك،
واستمر واتبع إرشادات قلبك. أحلامك قريب قوي هتتحقق وهتصبح حقيقة. ماي محبوبي بيقولك أنا وإنت ممكن بعيد عن بعض فيزيائيا أو في العالم المادي، بعيد عن بعض، لكن احنا روحيا متواصلين مع بعض، ومفيش أي حاجة تقدر تفرقنا عن بعض روحيا، ومفيش أي حاجة مفقودة. يعني أنا مش حاسس بغيابك، لأن احنا اوريدي متصلين مع بعض روحيا. الكارت اللي بعده بيقولك مرح. انتوا طلع لك 2 من المرح. ممكن انتوا الاتنين دمكم خفيف، او العلاقة دي دمها خفيف. ممكن بتضحكوا مع بعض كتير، بتهزروا كتير، دمكم خفيف مع بعض. بيقولك الضحك بيعالج. يعني خليك مستمتع وعيش اللحظة واضحك كتير. يعني الحب والضحك اكتر حاجات ممكن تعالج الانسان وتشفيه. انتقاد بعضنا البعض لن يؤدي إلا إلى المزيد من التعاسة والمشاكل. الحب والقبول، ان كل واحد فينا يحب التاني. وعلى فكرة فعلا انتم هنا يعني اللي اختار الحجر الأحمر، في عند ما بينكم في عدم تفاهم، في عدم تقبل للشخص الآخر، انت مش قابله وهو مش قابلك. فبيقولك الحب والقبول هو اللي بيخلي ايه العلاقة تتحسن للأفضل. انما انتقاد بعضنا البعض ده مش هيجيب اي نتيجة، يعني نقعد نشرشح لبعض مش هنوصل لحاجة. بيقولك الماضي دلوقتي خلفك، تخلص منه عشان تدخل لمسارات جديدة، new possibility a new path، في طريق جديد متاح هيظهر قريب. ادخلوا بثقة وإيمان. يعني ممكن للبعض اللي هم اوريدي خلاص بيسمعوا كده فضول مش أكتر، ومش ناويين يرجعوا للطرف القديم ده، خلاص عايزين تخلصوا من العلاقة القديمة، في مسار جديد أو علاقة جديدة تدخل حياتكم قريب بإذن الله. طيب ممكن ناخد رسائل من الملايكة برضو. كده نشوف رسائل. أي فكرة تيجي في دماغك امشي وراها لحد ما تشوف آخرها. ممكن الفكرة دي توصلك لنجاح أو توصلك لحاجات عظيمة جدا. ده وقت مثالي إن انت تتحرك فيه، في إشارات أو علامات ربنا يحطها في طريقك عشان تعرف إذا كنت انت ماشي على المسار الصح ولا لأ، وإذا كان الصح تكمل في العلاقة دي أو لأ. لو انت بتسأل فخلي بالك من الريش، الأرقام المتكررة، الأحلام اللي بتظهر لك، الأسماء اللي بتظهر في حياتك. كافئ نفسك كل شوية على أي تقدم بتعمله أو على أي حاجة انت بتعملها، لأن انت محتاج تشجع نفسك. انت حد بريء جدا وطيب وبتحتوي الآخرين، محتاج ان انت تحتوي نفسك. شايفة العمل الحر أو العمل مع نفسك هو ده اللي هيوصلك للنجاح، انك تشتغل مع نفسك. ممكن انت حد بتعمل كل حاجة بإتقان وحب، فده ممكن يوصلك لنجاح على فكرة. أو ممكن تشتغل على براند خاص بيك أو حاجة خاصة بيك لذاتك. شايفة ان انت بتبقى ماشي توزع طاقة حب، وطاقة الحب اللي انت بتوزعها دي هتترد ليك قريب. انت محتاج يعني ايه تمرح شوية أو تلعب شوية، تقضي أوقات فيها ترفيه شوية، وما تقلقش رغباتك كلها هتتحقق. يعني بس أهم حاجة ان انت تكون طاقتك إيجابية، مبسوط، فرحان، بتخرج. تمام. طيب ممكن ناخد أوريكل يعني ايه للفلوس وكده. أوريكل للمال. خلينا كده نشوف. حد عايز يشتري قربك بالمال، احذر غرضه هو السيطرة والامتلاك. لو حد بيعرض عليك فلوس كتير او بيحاول يديك فلوس عشان يستعبدك، خلي بالك. يعني في عروض كتير هتظهر قدامك لكسب المال، لكن تمهل وفكر. شراء أشياء كبيرة كثيرة بمبالغ كبيرة سيجعلك تفلس. لو انت بتشتري كتير، نصيحة ليك الفترة دي يعني قلل شوية من الشراء. نشوف نصيحة ليك يعني بشكل عام.
ممكن انت يعني حاسس بانعدام امان اتجاه الشخص ده، وحاسس ان هو متغطرس جدا ومغرور، وحاسس ان انت قدمت له خدمات كتير وما تمرش فيه، وضحيت كتير وما تمرش فيه. هي كانت مغامرة وانت خضتها يعني. يعني لو انت ندمان على تضحيتك للشخص ده وبتفكر ان انت تنتقم منه، لا. اعمل خطة كويسة وما تترددش. الشخص ده يعني لو انت بتسأل نفسك هل الشخص ده حبني فعلا، ولا تضحيتي دي راحت في الارض، او لو انت بتفكر تنتقم الشخص ده فعلا حبك وما كانش قصده ان هو يأذيك. يعني تضحياتك ما راحتش على الارض ولا حاجة زي ما انت فاكر. الشخص ده فعلا حبك، بس ممكن انت حاسس بحيرة وتردد بسبب الخطط اللي الشخص ده بيتعامل بيها معاك، او عصبيتكم على بعض، الطريقة اللي بتتعاملوا بيها مع بعض، التحدي، الغطرسة والغرور، كل واحد فيكم مش قابل التاني. انت ضحيت وندمان على تضحيتك وعايز مقابل لتضحيتك وما خدتوش، فالحاجات دي كلها عاملة صراع في العلاقة. لكن الأكيد إن الشخص ده حبك يعني، فما تفكرش في الانتقام منه، وهي في الأول وفي الآخر كانت مغامرة انت خضتها يعني. نصيحة ليك من التارو اللي اختار الحجر الأحمر. نصيحة ليك من التارو، بطل تزعل على الحاجات اللي ضاعت منك والحاجات اللي انت ما طلتهاش، خاصة الأمور العاطفية، لأن أول كارت طالع لي هو الحزن، البكاء. انت زعلان من اللي حصل فيك. عندك كارت الشفاء، يعني محتاج تبطل تزعل، تتشافى من الزعل ده. ممكن انت متعلق بالشخص ده، او العلاقة دي علقتك فترة طويلة بسبب ان كان فيها حب متبادل من الطرفين. عندي كارت العشاق والايت اوف. العلاقة دي غيرت كتير في حياتك، هي كانت قدر، وكانت علاقة ممكن كرمية، كانت داخلة تعلمك دروس مريت فيها بظروف صعبة، ضغط شديد، عصبية شديدة، عشت فيها مع عقلك الباطن كتير، اتعرضت لضغط نفسي كبير، أحلام كتير، كنت بتحس بالحاجة وعكسها، اضطرابات كتير حصلت لك بسبب العلاقة دي. بس الأفضل إن العلاقة دي لما دخلت حياتك يعني علمتك تتوازن، علمتك تكون عقلاني أكتر وجدي، وتكون عملي، ويكون ليك روتين، علمتك تسيطر على مشاعرك. نصيحة ليك، خطط للمستقبل وخلي عندك حسن إرادة وتدبير، ويعني اتحرك، بلاش تبقى كسول أو راقد على السرير تفكر وبس. قوم وبلاش أحلام اليقظة. يعني تشافى من القصة القديمة دي، ويعني يعني عيش كناجي، ما تعيش كضحية. يعني العلاقة دي كانت فترة وخلاص انتهت، فعيش بقى كان انت حد نجيت، واستفيد من الدروس اللي انت اتعلمتها وطبقها. متقعدش تخطط وتحلم وما تنفذش. انت عندك القوة والإرادة والإمكانيات اللي تخليك تحقق أي حلم بتحلم بيه، بس انت قاعد بتحلم ومكتفي بالأحلام ومتتحركش. فانت محتاج تتحرك. اللي اخترت الحجر الأحمر، متنسوش تحطوا لايك وتكتبوا في الكومنتات كومنت جميل. انا بسمع كل كومنتاتكم وبقرأها، وده بيشجعني استمر للنشر معاكم. ما تنسوش اللايك والكومنت. اخر مرة هقولها. يلا بينا اللي اختار الحجر الاصفر. يلا كده نشوف طاقتك والرسائل من حبيبك عايز يقولك ايه المنفصلين. خلينا نشوف طاقتك في الوقت الحالي اللي اخترت الحجر الاصفر. طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ اخترت الحجر الأصفر، طاقتك ايه في الوقت الحالي؟ والله طاقتك يعني انت ممكن رفعت استحقاقك جدا.
طاقتك انت بتدافع عن نفسك ضد الشخص ده، ممكن عامل له بلوك او رافض تكلمه. ممكن الشخص ده يعني رفضك قبل كده او حسسك ان هو محبكش كفاية، ممكن كان راح ورجع قبل كده كذا مرة في العلاقة، فده سبب لك شعور بعدم الثقة في الشخص ده، ما بقيتش عارف هو بيحبك ولا ما بيحبكش. انت في الوقت الحالي برضو الشخص ده توهك يعني من كتر افعاله. يعني عمل كذا فعل، ممكن قال لك برضو كلام بعصبية، كلام سيء انت مش قادر تنساه جدا، ومش قادر تخرج الكلام السيء اللي الشخص ده قاله لك من بالك. الشخص ده اذاك وجرحك بالكلام. ممكن لو الشخص ده متزوج فهو كان بيروح يعني شوية يبقى معاك وشوية ينفصل عنك، فعمل لك لخبطة كبيرة قوي، حسسك ان هو يعني مجرد حد منجذب ليك جسديا او معجب بيك او عايز علاقة غير جادة، انه مجرد اي حد كده بيتسلى وخلاص. الشخص ده يعني طاقتك انت قلبك مكسور، مش عارف اذا كنت انت لسه بتحب الشخص ده. حتى لو كنت بتحبه فانت الشخص ده كرهك فيه بافعاله، انت رافض لرجوعه ومش عايزه يرجع. لانه حتى بيرجع كده بغرور ومش فاهم هو عمل ايه، ومش بيرجع حتى يعتذر، ويبقى راجع عايزك تقبل وجوده وخلاص. فانت لا، انت حتى بتقول خلاص اتعلمنا ومش مش عايزينك تاني يعني. بدأت تهتم بحياتك الخاصة، مستمتع بوجودك وبوجودك لحالك، ما انتش محتاج ارتباط من حد او وجود من حد. بقيت اقوى داخليا، واصلا بقى كلامه ما يأثرش فيك. بقيت حتى كاره رجوعه، يعني شايفاك تشافيت اللي اختار الحجر الاصفر، وما بقيتش مستني الشخص ده اصلا. بس انت بتشوفه كده اللي هو بتراقب، يعني عايز تعرف ايه اللي بيحصل فيه من بعد كفضول، لكن مش كحب او اهتمام شديد يعني. طيب خليني كده اشوف طاقة الشخص ده اللي اختار الحجر الاصفر. طاقة حبيبك ايه في الوقت الحالي اللي اختار الحجر الاصفر؟ طاقة حبيبك ايه في الوقت الحالي؟ طاقة حبيبك اللي اختار الحجر الاصفر. طاقة حبيبك اللي اختار الطرف الحجر الأصفر. طاقة حبيبك ممكن يعني حبيبك بدأ يفهم إن انتوا توأم شعلة، أو علاقتكم يعني علاقة يعني قوية ومؤثرة في حياته، بس هو رافض يعترف بده. الشخص ده يعني طاقته هو بيحبك جدا، وعارف يعني كويس قوي ان انت اكتر حد اهتميت بيه، ان انت كنت بتديله ايمان بالذات وثقة في النفس كتير، شجعته كتير، كنت بتحاول تحمسه كتير، كنت بتهتم بيه قوي. لدرجة ان الشخص ده بدأ يتجاهلك من كتر ما انت نفخته واديته اهتمام شديد قوي، خليته يحس ان هو السيد، وان انت يعني انت مين انت عشان احبك او ابادلك المشاعر. ممكن بدأ ينكر مشاعره او رفض يعني مشاعر، لما لقي نفسه بيحبك او مشاعره اتجاهك متبادلة او انتوا الاتنين بتحبوا بعض، يعني بدأ يتغير عليك في الكلام وفي المعاملة. طاقته الشخص ده يعني متجاهلك ومبتعد، بس هو تعبان في البعد. شايفة طاقتك برضو في الوقت الحالي. طاقة حبيبك ممكن رافض ان انت بتدافع عن حقوقك، او رافض ان انت قدرت قيمة نفسك، رافض شفتك لنفسك. شايفاه بصراحة الشخص ده ممكن ما حبكش او عرف قيمتك غير في البعد. طول ما انت كنت معاه وكده يعني كان هو شايف ان انت حق مكتسب، ما كانش مهتم بيك، ما كانش مراعي مشاعرك، كان شايف ان انت ملك وخلاص، من غير ما يعني خلاص انت بتاعي ومش مش مضطر بقى اهتم بيك ولا اركز عليك خلاص. لكن لما انت بعدت يعني رفضت انك تتصالح بسهولة او ترجع بسهولة، الشخص ده بدأ يفكر فيك وقد ايه انت كنت كاريزما، قد ايه انت كنت جميل، قد ايه كان شخصيتك جميلة وما تتعوضش، قد ايه انت كنت حد شجاع ومستقل وعندك عزيمة وثقة في النفس
وقد ايه يعني انت كنت شخص اتراكتيف في كل حاجة وجميل جدا. معرفش الحاجات دي كلها غير لما انفصل عنك بدأ يحس بمشاعر حب لما انت بدأت تديله ظهرك وتبعد عنه خالص. هو ممكن كان شخص صراحة نرجسي أو كان عايز الاهتمام والحب كله يبقى ليه هو، عايزك تبطل تحب نفسك أو تركز على نفسك وتركز عليه هو، عايز كل حاجة تبقى في العلاقة منصبة عليه هو. فممكن تجاهلك لما انت بدأت تفوق لمصالحك أو لنفسك أو عايز كلام، عايز اهتمام، لا، هو كان رافض حبه ليك، رافض ان هو يتعلق بيك او ان العلاقة دي انت بقى ليك تأثير قوي عليه من كتر الحاجات اللي انت قدمتها له. احتوائك ليه، محدش احتواه كده قبل كده لدرجة ان هو خاف، يعني اول مرة حد يقربه منه بالطريقة دي او يخليه قريب منه بالشكل ده. خليني اشوف رسائل من حبيبك. رسائل من حبيبك. خليني كده اشوف رسائل من حبيبك عايز يقولك ايه في الوقت الحالي. رسائل من حبيبك. رسائل من حبيبك عايز يقولك ايه في الوقت الحالي. رسائل من حبيبك. حبيبك عايز يقولك ايه في الوقت الحالي. رسائل من حبيبك. هو حبيبك عايز يقولك انا عارف ان انا اللي غلطت وان انا كنت السبب في اني اخسرك، عارف ان كلامي كان صعب وان كلامي كان هو السبب في ان انت تبعد، عارف ان تصرفاتي ما كنتش بخاف اني اخسرك وما كنتش براعيك، كنت بسمعك كلام قاسي وصعب جدا، كنت بجرحك وبغدر بيك وما توقعتش، كنت حتى بستخسر اقولك كلمة حلوة، كنت رافض للعلاقة دي ورافض لحبي ليك. كل ما نعيش لحظة حلوة كنت برجع بعديها اتعامل او اتكلم بطريقة مش حلوة، كنت بفكر ان انت هتفضل ملكي للأبد وان عمري ما هخسرك. انا النهاردة خسرتك وندمان جدا وتعبان. مكنتش اتوقع ان انت يعني هتقدر تتخطاني وهتعرف تعيش حياتك وهتستقر من بعدي. كنت طول الوقت شايف اني احسن منك واعلى منك، لكن انت اثبتلي لما بعدنا ان انت مش قليل وان انت بتعرف انت كمان تهتم بنفسك، تعرف تبعد، تعرف تعزز من نفسك. عمري ما شفتك قوي وجميل ومستقل غير لما بعدت عنك. انا مش قادر انسى ذكريات علاقتنا، طول الوقت بفكر فيك، مش عارف انسى اهتمامك بيا واحتوائك ليا، الطريقة اللي كنت بتعاملني بيها. انت كنت بتحتويني جدا وكنت بتدلعني جدا وكنت بتهتم بيا قوي، ما كانش فيه اي مبرر لافعالي السيئة اللي انا عملتها دي. الحاجات دي خلتني اخسرك. انا ندمان في الوقت الحالي، انا مش عارف اتصرف ازاي او اعمل ايه. انا عارف ان انا يعني اللي كسرت قلبك وخليتك تمشي. انا محتار دلوقتي، هل لو اعترفت لك بحبي دلوقتي او قربت هل هتقبلني بعد كل اللي عملته؟ انا مش قادرة اسامح نفسي على الكلام والتصرفات اللي انا عملتها. احيانا كنت بخرج عصبيتي من زواجي او من الطرف الثالث اللي في حياتي عليك انت. ده للاشخاص اللي حبيبهم متزوج، تمام؟ مش متزوج ما تسمعيش الجزء ده، مش ليكي يعني. طيب خليني كده اشوف رسائل من حبيبك في الوقت الحالي. اختار الحجر الاصفر او رسائل من حبيبك. خلينا كده نشوف عايز يقولك ايه.
طيب رسائل من حبيبك بيقولك أنا عايز أشعر المشاعر اللي عشتها معاك دي مرة تانية. أنا محتاجة أعيش المشاعر دي والاهتمام ده والحب ده مرة تانية. أنا بحبك، أنت أفضل شيء في حياتي. احنا كنا محتاجين نبعد عن بعض شوية. أنا عارف إن أنا أفسدت كل شيء، حياتي مش زي ما كنا مع بعض قبل كده. أنا حاسس إن خسرت نفسي لما خسرتك. أنا مخبي حقيقة أنا مين عنك، أخفي من أنا حقا عنك. أنا يعني بسمع أغاني، ولما بسمع أغاني بتيجي في دماغي. أنت مش عارف قد إيه صعب إن أسيبك تبعد. أتمنى لو كنا في ظروف وأوضاع مختلفة. أنا عايزك، أنا أريدك. طيب خلينا كده ناخد رسائل من النظر. الله الله، مش عارفة كروت المجموعة دي، يعني الكروت هي اللي بتاع لوحدها. أهلا. مش خلينا كده نشوف الرسائل. شخص بعت لك رسالة: أنا بفكر فيك في اللحظة دي، حبك بيملاني بالنور، أنا بحبك. هي دي المسج الحب الوحيدة في الأوريكل كله وطلعت لك. بيقول لك الماضي دلوقتي خلفك، انساه وتخلص منه عشان تسمح لمسار جديد إن هو يدخل حياتك بحب وإيمان على قدر ما هو متاح. يعني تخلص من الذكريات القديمة عشان تبني ذكريات جديدة، خاصة لو القديمة بتأذيك. بيقولك خلينا نقرب من بعض أكتر. قربنا كويس، بس أحيانا لما بنقرب زيادة عن اللزوم ده بيعمل خنقة أو اختناق. الحب بيسمح إن احنا يعني ناخد وندي، وإن يكون في مساحة ما بيننا. مش شرط نكون بنكلم بعض كل ساعة، ولكن أحيانا حتى الحب بيكون موجود حتى واحنا بعيد عن بعض. مش شرط نكون بنتكلم على طول، ولكن الحب دايما موجود، فالحب بيروح ويجي عادي. بيقولك انتقاد بعضكم البعض هيؤدي للمزيد من التعاسة وهيعمل مشاكل في العلاقة. حبوا بعض وتقبلوا بعض زي ما انتوا وبظروفكم وأوضاعكم المختلفة، عشان يعني هو ده اللي هيزود العلاقة وهيحسنها للأفضل، على عكس الانتقاد وعدم تقبل الآخرين والعتاب واللوم والنقد. ما تعملش يعني قرارات أو ما تاخدش قرارات بناء على إحساسك بالذنب. فكر كويس وشوف انت ايه اللي المفروض تعمله في الموقف ده. خليك واثق ان انت هتختار الحاجة الصح. مش شرط الحاجة الصح بالنسبة لك تكون صح بالنسبة للآخرين. يعني حتى لو الآخرين بيعرضوك في قرارك أو انت حاسس بالذنب عايز مثلا تبعد بس صعبان عليك الشخص ده، لا، ابعد عادي وما يصعبش عليك حد. forgiveness. بطل تضيع طاقتك على التفكير في الحاجات اللي بتضايقك أو في الماضي. الحياة جميلة قوي ومفيهاش وقت ان احنا نضيعه على التفكير في حاجات خلاص عدت. تخيل وابدع وخيالك هيكون حقيقة. بيقولك انظر بعمق داخلي، حبي ليك عميق زي المحيط. على فكرة يعني كل كروت الرومانسية فعلا في الديك دي نزلت لكم، ودي حاجة جميلة قوي. بيقولك المشاعر فعلا حقيقية وجزء كبير من حياتنا. أحيانا المشاعر بتشوه رؤيتنا للأمور وتخلينا نشوف الحاجات بشكل درامي ونكبر المواضيع ونزعل على حاجات تافهة، أو تخلي حياتنا كلها دراما وحزن. فخلوا بالكم إن ما تقعدوش تفكروا كتير وتسيبوا يعني حياتكم للدراما والمشاعر السلبية. ايه تاني؟ هنا ناخد من الأوركل دي رسائل من حبيبك.
طيب لو انت حبيت نفسك اولا وحطيت نفسك رقم واحد، يقول لك العلاقة دي تستحق الانتظار. الشخص ده يعني محادثات من القلب للقلب، افتحوا قلوبكم لبعض وعبروا عن مشاعركم بالصدق، لان انتوا الاتنين منجذبين لبعض، في طاقة انجذاب وعندي شغف وعندي مشاعر رومانسية، فمشاعركم لبعض فعلا حقيقية، فعلا تستحق الاكتشاف، فعلا انتوا مشدودين لبعض وفي طاقة انجذاب قوية. في هنا كمان ترتيب الكروت حرفيا انا لو مرتباها مش هتطلع كده، يعني انا سحب عشوائيا قدامكم خطوبة، زواج، شهر عسل. الشخص ده لو مش متزوج، الشخص ده عايز ياخد معاك خطوة زواج، خطوة خطوبة، خطوة استقرار، لأنه عارف إنه في شغف ومشاعر رومانسية، والشخص ده ندم عليك جدا وتعلم الدرس في بعدك. لما انت حطيت نفسك رقم واحد وحبيت نفسك، الشخص ده فعلا بدأ يحبك وبدأ يشوف قيمتك الحقيقية وعارف قيمتك، والشخص ده فعلا بيحبك، بس انتوا محتاجين تبقى فيه صراحة وتفتحوا قلوبكم لبعض. اني اشوف رسائل من حبيبك عايز يقولك ايه. انا حابب ارسم العلاقة معاكي بس لما اكون جاهز. دي رسالة لبعض، انا في على فكرة يعني ناس كتيرة هنا الشخص ده جد فعلا وعايز جواز. انا حبيتك قوي بس مش قادرة انسى كلامك وقت خلافنا، وده اللي منعني اني ارجع. انا راجع لكن عندي مشاكل كتير في العيلة ومش عارف هقدر ارجع امتى. اهلي ارغموني اسيبك بس اني مش من نفس المستوى. ممكن هنا انا شايفة ان الشخص ده ممكن مشاكل مع عيلته، ممكن للبعض يكون في تدخلات من العيلة هي كانت السبب في الموضوع ان الجواز ما يكملش او حاجة، وفي للبعض ممكن ان الشخص ده متزوج فمش عارف يتجوزك بسبب مشاكل مع عيلته. طيب وحشني الكلام معاك بس كل ما اقرر اتكلم اخاف من رد فعلك. شايفة هنا الاشخاص اللي في علاقة ثلاثية او الشخص ده متزوج، فهو هنا الطرف التالت شدته ليها ومخليها معاه وهو مش عارف يكلمك بسببها. طيب خليني كده اخد رسائل من الشخص ده. اختار الحجر الاصفر. خلي عندك مثابرة لحد ما توصل للي انت عايزه، ايمان وثقة ومثابرة هتوصل للي انت عايزه. عندك طاقة شفاء هيلينج. والله بيقولك هنا الضحك هيشفيك، او يعني خليك مرح، خد الامور كلها بضحك وبساطة، بلاش تبقى عايز كل حاجة مظبوطة بالورقة والقلم، وده يسبب لك عصبية، والمثالية الزايدة بتخليك تتنرفز على أتفه الأشياء. لا، خد الحياة ببساطة كده وضحك، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، فخد الحياة ببساطة كده عشان تتشافى، ويعني ايه، خلي عندك مثابرة وإيمان حتى لو في عراقيل بتعطلك عن حلمك أو حاجة. لا، خلي عندك مثابرة وإيمان وهتوصل للي انت عايزه، وفي أشخاص هتساعدك. القدر هيقف في صفك المرة دي، يعني عندي هنا كارت الجاستس وعندي القدر وفي مساعدة، فربنا هيتدخل وهيساعدك. خلي عندك إيمان في ربنا وربنا هيحقق لك حلمك. انت ممكن حد فضولي أو عندك يعني قوة ومعرفة شديدة، فده بيخليك عايز كل حاجة مظبوطة يعني. هو انت عندك القوة ان انت تحقق كل حاجة حلمت بيها حتى لو كانت بعيدة أو صعبة يعني. ايه تاني في كروت الملايكة؟
يقول لك في المستقبل القريب في طاقة ارتياح هتدخل فيها، اطلب المساعدة من الآخرين لو انت محتاج، ما تشيلش كل حاجة لوحدك. التأمل يجلب الأجوبة، ممكن تصلي صلاة استخارة لو في حاجة محيراك وعايز تاخد إجابة ليها. ليس الوقت المناسب، لأ، في حاجة انت ممكن عايزها دلوقتي والحاجة دي ما حصلتش، فهي ما حصلتش عشان ده مش وقتها المناسب. تمام، خليك إيجابي وتأكد ان كل حاجة بتحصل في الوقت الحالي لصالحك وانك هترتاح في المستقبل. تواصل بوضوح وحل سلمي، يعني في تواصل. لو انت ممكن عايز من الشخص ده اكشن كبير وهو مش هيعرف يعمله، فممكن لو اتكلمتوا مع بعض بوضوح وفتحتوا قلوبكم لبعض هتوصلوا لحل سلمي هيريحك نفسيا اتجاه الموضوع ده. ايه تاني؟ ناخد كروت المال، نصيحة ليك في المال. اختار الحجر الأصفر. طيب، عرض أو مساهمة مالية هتتعرض عليك، فكر قبل ما تقبل، انت محتاج تحصن أموالك. بطل تستخدم الكريدت كارد كتير لأنها بتخليك تصرف كتير. تعامل بالكاش أو قلل شوية من استخدام الكريدت كارد لأن ده يعني هيسبب لك مشاكل.